يتزوج حياته كلها تكون رسميه وملل وكلل وشكل وخلافات ومشاكل. طيب عكسي كده، في ابو يعني لما يجي خاشي الحبيبه ما انا بعرف زول ما بقول الا الحبيبه، اخويا زهري ناس ود بدر ما بقول الا الحبيبه. في ناس ما بنادوا المراه اصلا باسمها، يا ام فلان يا حبيبتي يا راقيه. في ناس يا جماعه كلمات اصلا حلوه، دي برضه تربوا على كده، اتربوا على كده، تاني بقول اتربوا على كده. يبقى احنا بدل ما تربيتنا تكون تربيه غذائيه وملابسيه، بس تربيتنا جيب الاكل له ولبسوا الود تلقاه من فوق قدر ده قاعد يمشي في الوطا، وفي نفس الوقت مخه ده بكون فاضي ما غذيته تغذيه وجدانيه، الاكل ما كله شيء واللبس ما كله شيء، التربيه الوجدانيه مهمه جدا جدا. يكون عمره كم 20 سنه وماشي بعد فتره يقول لك الولد بقى قاسي، بقى بتاع مخدرات، بقى يتعرى، بقى بتاع سطو، بقى سلوكه عدواني. أيوة. يجي بعد انت دار تحصله بعد ده ما بيتحصل يا حبيبي، خلاص انت ما شكلته هناك. انت مش كنت بتدقمه؟ كنت بتدقمه ولا ما كنت قاعد تدقمه؟ كنت بتدقمه؟ كنت بتتكلم كلام شيء ولا كنت بتدقه هو ذاته ولا كنت قاعد تدقه هو ذاته؟ كنت بتعمل. عشان كده ولد بقى متمرد، عشان ترجعه تاني تبقى دي مشكله، الا احنا كاخصائيين نفسيين نعمل علاج نفسي ونعمل تدعيم بتاع الشخصيه ونرجع ثقته في نفسه. عشان كده في رمضان المبارك فرصه بتاع التربيه وجدانيه، فرصه بتاع التربيه حسيه، فرصه بتاع التربيه على كلمات ايجابيه. ده ردي على مروه، في ناس اتربت بكلام جميل لكن وسمعت الكلام الجميل